النقش الفكره ديال انه واش الى اي حاجه جات من عندنا حنايا غنحتقروها، واي جات من حاجه من عندهم غادي نمجدوها وغنبقاو نردوها بانه شوف تيبقاو جوج يوليو ثلاثه وتيوليو ربعه. راه شي كون درتها انا يقول لك ودابا تيحماق عندنا نديروا جوج ثلاثه اربعه، حنا مقبلين غاشي دخل المباراه لاعبين 6 مع 6 وانتهى الامر. دابا هنا تنقول لك بحال انه مثلا واحد الوقت الهدف يتسجل ثلاثه، علاش غادي تحسب بثلاثه ويحسب باربعه؟ باي حق؟ شنو هذا الجهاد اللي كاين؟ سعيد الصدق ما عجباتوش هاد الرياضه ديال الكينغ ليغ. قال لك مع من تشاور بيكي باش دار هذوك بيتي تحسب جوج باش من الشرع. قال لك مع من تشاور باش يدير هاد القوانين. اولا بعد هذا راه ماشي كره القدم، هذه ماشي هز كره القدم دار عليها قوانين، هذه نقدر نعتبروها رياضه واحده اخرى، رياضه واحده اخرى. هذه ماشي كاينه كره القدم، هذه كره القدم ولكن نوع اخر من الانواع ديالها، ماشي الكره الاخرى. ماشي تدخل في الليغا الاسبانيه ولا في الشامبيونز ليغ قال لهم نبدل لكم القوانين. هذه رياضه واحده اخرى وفيها المتعه. انا كتبان لي هذه عندها المستقبل من هنا لقدام، غتولي اكثر شعبيه من كره القدم. دابا بنادم كما قالها اصلا بيكي، قال لك 90 دقيقه ما بقاش بنادم كيقد يتفرج في الكره في الماتش 90 دقيقه. هذه 40 دقيقه حلوه وفيها المتعه وفيها هذاك لي شو، فيها المتعه اصلا داخل الملعب. الدراري ديال البرازيل تبارك الله طا كتشوف داكشي اللي مبقيتيش كتشوفو في الكره ديال العاديه. دابا الكره العاديه طاكتيك تيكي طاكا صافي، خصك تماركي. مبقاش هذاك الشيء بحال روبينيو رونالدينيو، بحال الاهداف هذيك كتبلونجا بالراس. مبقاتش المتعه في الكره بحال هذه الاهداف كتشوفهم عاديين. مبقاش هذوك شي لاعب مهاري بحال رونالدينيو شحال هادي ولا روبينيو، مبقاش هذيك الحلاوه. دابا الكره القدم العاديه ولات فيها الاهداف وقوه البطولات، كاس سوبر كاس هذه 30 ماتش في النهار يوميا كتمل. هذه حلوه، هذه فيها المتعه اصلا كما قلت لكم داخل الملعب. الدراري كويريه خلط فيها هذيك الفريستايل منوعه. وعاد زيد هذاك الشو اللي كيزيدوا عليه، هذيك الكره اللي كتلا هذوك ستريمر ما كتبان ليا هذه غتكون عندها شعبيه اكثر من الاخرى. وبالنسبه قال لهم واحد الهضره اخرى، قال لهم وقلتها انا وكنت انا، قال لهم سعيد الصدق دابا هذاك قال لهم وكنت انا اللي درت هذوك القوانين غيبداو يضحكوا عليا، حيت هو بيكي بيان سو غادي يضحكوا عليك. غتقارن راسك انت ببيكي، غتقارن راسك انت ببيكي بالمسيره الكرويه ديالو، عاد بالاموال ديال بالمكانه ديالو في المجتمع. ما كاينش لك تقارن راسك مع حاج الدق، غير باغي تهضر باش تهضر وصافي. وهذيك العقده ديال اي حاجه قديمه خصنا نقدسوها. ديما فرنسا يصدق كيدير القضيه. حنا في الستينات اللي ما كيقدس شي حاجه قديمه، ولكن ملي كتكون شي حاجه جديده خصوصا مشاركه فيها بلادك ودايره فيها بوم، خصك تكبر بها. ما تكبرش بها كاع، قول ها شي حاجه هضرها على الفرقه ديالك. ما انت اصغر من انك تعطي الراي ديالك في المسابقه الكبيره. عرفتي شكون غادي يعطي الراي ديالهم في هذيك اللعبه؟ بيريز، رؤساء الفرق، اللاعبين القدام العالميين، المدربين العالميين، هذوك هما اللي كيعطيو الرأي ديالهم. انت كمحلل غادي تهضر على بلادك، الرأي ديالك في المنتخبات بان لك في الدراري وما هضرش عليهم كاع. بحال كما قلت لك بحال ما عجبوش ديك العقده ديال شي حاجه قديمه. هادشي اللي بان لي انا، هذا هو الراي ديالي. دابا انا وفاء العوالمه هضر عليها وهضر عليها زوين وعطى واحد النصيحه زوينه لإلياس. قال لك انا ما عنديش معاه، قال لك انا ما كنتبعوش. انا ماشي ما كنتبعوش، انا ما كنتفقش معاه بزاف، ولكن هذا
يرجع ليه الفضل ديالو ويعطيه نصائح وهضر زوين وغيتقبلها. نوفل العوالم الصراحه مثال ديال احسن صحفي رياضي عندنا في البلاد، يقدر يكون هو نوفل العوالم. شاب مثقف وكيهضر زين، واللي يجبدو مثلا بحال دابا الا بغا يهضر على الجزائر ولا شافو ما قاسوا البلاد ولا شي كيعطيهم. عنده السيد عامر